في مصالح كتير على السوشيال ميديا يقول لك انا عايز ناس هتشتغل على النت وهياخدوا 6000 جنيه، هياخدوا في اليوم 2000 جنيه. خش تكلمه، يوم قايل لك انا عايز بياناتك، ويقعد يتكلم معاك شويه، وهيديك اي اسم شركه معمول من 3 حروف انجليزي، زي مثلا ايه نسميها مثلا بي ام دبليو مثلا. يقول لك احنا شركه بي ام دبليو، احنا شركه ايطاليه شغالين في البيتزا، وانت هتستثمر معانا وهتعمل اعلانات، وانت بقى ايه طبعا ايه زي الحمار يقول طب تمام انا هشتغل معاك وانا عايز اشتغل على النت، انا عايز اخد في اليوم ال 2000 جنيه. طب خلاص يا باشا حول لنا بقى 100 جنيه، دي تمن رسوم الورق. ولا هي غليت دلوقتي؟ تقريبا بياخدوا 200 دلوقتي. لا اصل الموضوع ده منتشر قوي على الفيس وانتوا عارفين اصلا كده. يعني انا عارف، انا متوقع دلوقتي التعليقات هتلاقي كلها اتردمت اعلانات من النوعيه الزباله دي. فهي طبعا معروفه انها نصب، وبقول لكم انها نصب. هيقول لك ايه انت هتشتغل معانا وهيبقى مزاجك حلو وهتاخد في اليوم 1000 جنيه، او تلاقي اعلان جاي لك يقول لك انت هتشتغل معانا والفيديو الواحد هتعمل عليه، هنبعت لك فيديوهات كل يوم وهتعمل لايك على الفيديو الواحد وتاخد 20 جنيه. ما كانش حد غلب والله. يوم قايل لك تمام انت دلوقتي حققت فلوس، خد يا باشا اول يوم اهو 60 جنيه 70 جنيه 100 جنيه. اخدت اول يوم مبسوط مزاجك حلو، تاني يوم خد فيديوهات تانية اعمل. تمام ده الناس ديت بيجي من وراها فلوس بجد، قشطه اشتغل بقى معاهم. تالت يوم طب بص احنا هنجمع لك الكميه على بعضها تمام وهنديها لك، او بعت لنا فلوس واحنا هنستثمرها لك واحنا شغالين في كذا. تقوم انت طبعا دي الناس دي مضمونه انا خدت منهم فلوس، تقوم هوب لافعهم الفلوس، يقوموا هم لافعينك الخازوق. فخدوا بالكم يا جماعه بعد اذنكم، خدوا بالكم من الاعلانات دي. اي حد يقول لك عايز ياخد منك فلوس ده يعني ايه ده؟ مش عارف انتوا ازاي بتعقلوها وبتنضموا للناس دي اصلا. فعموما كل اللي انا عايز اقوله لك اللي انا دلوقتي لو صاحب شركه او مؤسسه وانت عايز تيجي تشتغل عندي، انا مش هاخد منك فلوس تمن انك تتعلم، تمن ان انا اعلمك ازاي تشتغل عندي. طب ما على كده بقى كان زمان المطاعم والمصانع والكافيتريات كانت تقول لك يلا اديني فلوس عشان اعلمك ازاي تشتغل عندي، ومفيش مصلحه كده. فبس كده، شرفت بمعرفتكم يا جماعه.